مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد. وفيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان راح اجرب عصير المانجا الجاهز اللي يعني متوفر عند السوبر ماركت. طبعا هذا عصير المانجا اول مرة راح اجربه، ما مجربة هاي النوعية، فشفته عند السوبر ماركت شو شكله عجبني، فحسيته يعني من شكله مبين طيب. طبعا بنفسه عصير برتقال مجربة أنا عصير البرتقال، حبيته بوقتها، فقلت خليني أجرب عصير المانجا، قلت يجوز يطلع طيب، أصلا أنا أحب المانجا وأحب عصير المانجا، فقلت خليني أجرب هاي النوعية. أكو هواي أنواع يعني عصير مانجا، بس مرات يكون الطعم يعني أصلا يعني ما مبين طعم المانجا ويكون خفيف ومو كلش طيب، فهذا مبين ثخين يعني، وقلت خليني أجربه يجوز يطلع طيب، فقلت خليني أجربه وأنطيكم رأيي، إذا طيب أنصحكم تجربوه. هذا هو العصير ومتوفر عند كل السوبر ماركتات، فخلينا نجرب. مبين ثخين، عادة العصير من يكون خفيف ما يكون طيب، بس من يكون ثخين يصير هيك مركز طيب، والطعم يبين أكثر يعني، فخلينا نجرب. بسم الله. يجنن، روعة روعة روعة. كلش حبيته، وطعم المانجا مبين يعني، مرات قلتلكم يكون طعم الاشتري يعني غير نوعية، يكون طعم المانجا مو كلش مبين، هيك مجرد تحسوه بس مي ونكهة ويكون خفيف، بس هذا لا ثخين وحبيته. وقلتلكم اكو مثل عصير برتقال هم بوقتها جربته وحبيته. عجبني صراحة الطعم. جربوه، اللي يحبون عصير المانجا جربوه راح تحبوه. حبيته، انطيه تقييم 9 من 10، يعني كطعم كلش طيب، عجبني. وإن شاء الله راح أسوي لكم هم فيديوهات على عصائر غير أنواع يعني، فانتظروني بالفيديوهات القادمة. وبس لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على انستغرام، حسابي تلقوه بالوصف أسفل الفيديو. وبس أحبكم كلش هواي، وباي باي.